بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شبابنا شباب تانية ثانوي الغاليين عاملين إيه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم أخوكم مستر محمود عبد الله، والنهارده ليلة امتحان إخواتنا الأزهرية. حبايب قلبي، عايز أقول لكم طبعا كان نفسي والله أنزل لكم الفيديو ده من يوم مثلا ولا حاجة، بحيث برضو إيه كده، ولكن أديك شايف الرؤية كانت صعبة خالص، فاهم؟ اتصابنا من يومين كده ولا حاجة، ولكن لا ما تقلقش يعني، أصبتني بصوابعي دول اللي هم اللي صابوني. الحمد لله يعني، ما صدقني كده ايه، يا دوب شكلنا كنت اصور بنضاره بس قلت خلاص. المهم ركز بقى معايا، فكك من عينيه، ركز هنا. مستر النهارده باذن الله هكلمك على ليله الامتحان، هرجع لك المنهج كله يعني قشطات، واحده واحده بقى كده. بيني وبينك انا احب قوي في ليالي الامتحانات الخص لك الدنيا، ما احبش بقى اقعد اعيد وازيد في معلومات اوريدي سهله يعني، وهروق لك الدنيا ما تقلقش قشطات. ورقه وقلم سيبهم وركز معانا النهارده، انا عايزك ساعه كده ان شاء الله، مش هنزيد عن الساعه، لا تقلق، لا ما تقلقش، مش هنزيد عن الساعه. ظهرك ورا ان شاء الله، ممكن ساعه الا كده، انت ورزقك. يلا بينا واحده واحده كده، بسم الله. يونت من اولها، يلا ها. يونت 7 مستر. يونت 7 يا ولد كان بيتكلم على حاجه اسمها حالات اف. يلا واحده واحده بقى كده، خش معايا بسم الله. ادي اف، فاكر يا ولا؟ فاكر يا مستر اف؟ يلا قول بقى معايا. والله يا مستر اف كان معناها اذا او لو، اف معناها اذا او لو، اف معناها اذا او لو. حلو قوي يا مستر. اف دي فاكر كانت كام حاله؟ والله يا مستر اف دي 4 حالات، واحده واحده. صفريه، اولى، ثانيه، ثالثه. كان مطلوب منك كل واحده تعرف استخدامها ايه وتعرف تكوينها ايه قشطات. واحده واحده بقى، بسم الله يا مستر. اف الصفريه فاكر يا مستر؟ والله اف الصفريه حقائق علميه وقوانين، اف الصفريه حقائق علميه وقوانين. تعال، اف الصفريه حقائق علميه وقوانين. يعني مصدر حقائق علميه وقوانين، والله يعني لو غليت الميه تتحول لبخار، لو سقعت العصير هيتحول لايس كريم، فاهم؟ حقائق علميه. يبقى اف الصفريه حقائق علميه وقوانين. تكوينها ايه يا مستر؟ والله يا قلب المستر تكوينها كان مضارع بسيط، مضارع بسيط، مضارع بسيط. واحده واحده بقى كده يا مستر. اف الصفريه حقائق علميه وقوانين، مضارع بسيط، مضارع بسيط، مضارع بسيط، مضارع بسيط. يعني ايه مستر مضارع بسيط؟ ولا مضارع بسيط يا مستر يعني المفرد هياخد اس، والجمع هيجي ساده، تعامل معامله الجمع. على مهلك، وواحده واحده هنشوف الدنيا تمشي ازاي. مستر يلا. اف الاحاديه، قول بقى معايا. اف الاحاديه حاجات عاديه وبديهيه، اف الاحاديه حاجات عاديه وبديهيه. ادي يا مستر اف الاحاديه حاجات عاديه وبديهيه. يعني مستر حاجات عاديه وبديهيه يعني يا ولاد حاجات من غير تفكير. والله لو جعان هاكل، جعان هلبس اي حاجه كده تدفيني، عطشان هشرب، نعسان هنام. فكلها يا مستر اف الاحاديه حاجات عاديه وبديهيه. تكوينها ايه بقى يا مستر؟ مضارع بسيط والمصدر. مضارع بسيط والمصدر، مضارع بسيط والمصدر. قلنا يعني مضارع بسيط لسه قايلين مفرد اس، جمع هاتوا ساده، تعامل معاملة الجمع. اف الثنائية مستر. اف الثنائية حاجات خيالية، اف الثنائية حاجات خيالية، اف الثنائية حاجات خيالية. يا مستر ادي اف الثنائية حاجات خيالية. تكوينها ايه بقى يا مستر؟ ولا قول معايا. كنا بنقول يا مستر ان اف الثنائيه هي الماضي بتاع اف الوحديه. يعني اف الوحديه انت كنت مضارع بسيط، الثانيه هتبقى ماضي بسيط، الناحيه الثانيه هتبقى والمصدر. يعني يا مستر ماضي بسيط يعني اي دي او تصريف تاني. تعالى الثلاثيه كده ننزلها تحت شويه عشان يبقى براحتنا. مستر واحده واحده بقى. يعني ايه مستر الثنائيه حاجات خياليه؟ يعني ولاد حاجات من وحي الخيال. يعني لو انت معاك 5 مليون دولار هتشتري عربيه
BMW جديده موت، فاهم؟ حاجات خياليه. انت مش معاك 5 مليون دولار مش فاهم؟ عادي يعني. اجي اقول لك مثلا والله لو انت فرخه هتطير الى فرنسا، هل انت هتبقى فرخه؟ لا يا مستر عادي، فاهم؟ فانا بقول لك يا مستر اف الثنائيه حاجات خياليه، اف الثلاثيه والله يا مستر اف الثلاثيه حاجات تندميه بتيجي مع الندم. تكوينها ايه يا مستر؟ والله يا نور عين المستر تكوينها هاد زائد البي بي، الناحيه الثانيه would have زائد البي بي. تاني يلا يا مستر. والله بقول لك اف الثلاثيه حاجات تنادميه، في الثلاثيه حاجات تنادميه. هات زائد البي بي وود هاف زائد البي بي، هات زائد البي بي وود هاف زائد البي بي. الدنيا بتاعتنا لذيذه والله العظيم، حلوه مش وحش. ركز بس انت فيها كويس جدا. يبقى بتكلم على اف يا مستر، قول بقى معايا اف كام حاله؟ 4 حالات. اف كام حاله؟ 4 حالات. اف الصفريه حقائق علميه وقوانين، مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط. في الأحادية حاجات عادية وبديهية، مضارع بسيط والمصدر، مضارع بسيط والمصدر. في الثنائية حاجات خيالية، في الثنائية حاجات خيالية، ماضي بسيط والمصدر، ماضي بسيط والمصدر. في الثلاثية حاجات تندمية، هات زائد البي بي وود هاف زائد البي بي. تعال برضه اما اديك كام سؤال بحيث ايه تشوف في الامتحان او في هيئة الأسئلة بتيجي ازاي. بسم الله. واحد، اجي اقول لك يا مستر if he مثلا played tennis, he not ما بين أقواس he will win, he won, he would win, he will have won. ركز بقى معايا مستر. أول سؤال يا ولاد بقول لك if he played، يلا played يا مستر دي ماضي ولا مضارع؟ والله يا مستر دي ماضي عشان فيها اي دي، فانا بقول لك ماضي بسيط. يبقى انت حاله كام؟ ثانيه. تكوينها ماضي بسيط وود والمصدر، ماضي بسيط وود والمصدر. طب انت خدت الماضي البسيط فاضل لك الناحيه الثانيه وود والمصدر، فهتبقى وود وين. سؤال رقم 2 اصحى معايا. قبل ما اديك سؤال رقم 2 عايز اديك تريكايه. عايز اقول لك ان انت في حاله اف الثانيه، حاله اف الثانيه يا مستر اللي هي بتاعت ماضي بسيط، تبقى عارف اللي هي مستر في حاجه اسمها if I were you. يعني مستر if I were you معناها لو كنت مكانك. تبقى عارف ان هي if I were you معناها لو كنت مكانك I would، ويجي بعدها الانفينيتيف المصدر. تاني كده if I were you I would. خلي بالك منها كويس جدا جدا جدا. تاني تريكايه تخلي بالك منها، تخلي بالك ان انت had اول لما بتشوف had بيجي بعديها حاجه من اتنين، يا اما had زائد البي بي تعرف ان انت وقتها حاله ثالثه. يعني ايه حاله ثالثه؟ يعني would have والبي بي، يا would have والبي بي. طب يا مستر had لو جه بعدها noun، يعني ايه noun؟ يعني اسم، تعرف ان انت كده حاله كام؟ حاله ثانيه. خد سؤال كده. ارجع ايوه خد سؤال. السؤال يا مستر بيقول لك ايه؟ يلا عشان نبقى خلصناه. سؤال يا مستر رقم 2 بيقول لك if he had a car he not a ride. هيديني جولة مثلا أو لفة. if he had a car he will give me ولا would give ولا would have given ولا gives. حبيب قلبي انت لو تبص على لقطه زي دي، لقطه مهمه جدا جدا جدا، هتعمل فيها ايه؟ العيل البصمجي اما يشوف ايه ده يا مستر؟ if he had a car had زائد noun، بس اللي بصمجي هيقول لك ايه؟ had يا مستر had حاله ثالثه. خد would have بي بي، خد انت صفر يلا. انت هنا يا مستر had زائد noun، فانا بقول لك ان had زائد noun زائد اسم، يبقى انت حاله كام؟ حاله ثانيه، فهتبقى would والمصدر، فالاجابه مصر هتبقى ايه؟ would give. الجرامر اللي بعده
يا مستر دخلنا على يونت 8. يونت 8 والله يونت 8 يونت جميل جدا جدا جدا. فيستك يتكلم على جرامر اوريدي خدته انت الترم الاول، وهو البريزنت كونتينيوس او ادي البريزنت كونتينيوس او المضارع المستمر. يا مستر والله يا ولاد المضارع المستمر لازم تبص عليه معلوم ومجهول. هو احنا بنبدا ماشي خلاص. خلاص يا قلبي خلاص يا عم، لا اله الا الله، كنت عايز اقسم الدنيا. ماشي. معلوم ومجهول. اسمع بقى، يعني ايه مستر معلوم ومجهول؟ يعني بالبلدي كده. اسمع، المعلوم بيتكون من ام او از او ار زائد الاي ان جي. طب يا مستر المجهول؟ والله يا مستر المجهول هيبقى ام از ار بلس بينج بلس البي بي. بس خلي بالك بقى، ده المضارع المستمر. يا مستر الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر، قبل ما اقول لك الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر تبقى عارف يعني ايه مضارع مستمر. يا مستر مضارع مستمر بالبلدي كده بقول عليه ان دي حاجه بتحصل دلوقتي بس. ايه يعني دلوقتي بس؟ عشان افهمك يعني ايه بتحصل دلوقتي بس محتاج اعمل لك اللقطه دي. فاكر يا ولا؟ فاكر كنا بنقارن مقارنه حلوه قوي ما بين يا مستر المضارع البسيط اللي هو البريزنت سمبل. ياد عايز امسح يلا. ماشي. اللي هو البريزنت يا مستر سمبل والبريزنت كونتينيوس اللي هو المضارع المستمر. ايه يا مستر الفرق ما بينهم؟ ركز عشان هو ده لو فهمتهم انت فهمت اليونت كله بيتكلم عليه. مستر والله يا ولاد المضارع البسيط كنت بقول ان دي بيني وبينك اهو بالاحمر دي حاجه مكمله. مكمله ايه؟ مكمله معايا ان شاء الله. المضارع المستمر يا مستر حاجه يا ولاد ولكن بتحصل دلوقتي بس. مش فاهم يعني ايه يا مستر؟ يعني اجي مثلا لو جيت قلت لك كوكب الارض يدور حوالين الشمس، دي حاجه بتحصل دلوقتي بس ولا مكمله؟ والله يا مستر لا، دي ان شاء الله مكمله. طالما يا قلبي حاجه مكمله يبقى ده مضارع بسيط عكس اسمه. عشان اول ما اجي اقول لعيل ولا يعني مضارع مستمر يقعد يقول لي مستمر ويعمل كده. لا مش الكلام ده. مستمر يعني مستمر ولكن دلوقتي بس. طيب هديك موقف وانت تقول لي ده مضارع بسيط ولا مستمر. معانا بنت اسمها ساره. ساره دي جاوبت غلط، اديتها بالقلم. ساره دي، ساره قعدت تعيط، دخلت جوه قعدت تعيط. هي تقعد تعيط طول عمرها ولا دلوقتي بس؟ ده مستر تقعد تعيط دلوقتي بس. حلو. طالما يا مستر هتعمل كده دلوقتي بس يبقى ده مضارع مستمر. يبقى واحده واحده كده تفهم المبدا. شطط. لو جيت مثلا قلت لك ايه نهر النيل يجري في مصر، ده دلوقتي بس ولا مكمل معايا؟ لا يا مستر لا، ده ان شاء الله مكمل معايا. فهمت؟ بص بقى، انا يا مستر قلنا التكوين بتاعه. خلينا بس كده في المعلوم الاول. التكوين يا مستر بتاع المضارع البسيط مفرد اس جمع ساده واي تعامل معامله الجمع. اي تعامل معامله الجمع. ده مستر المضارع المستمر بيتكون من ام او از او ار زائد ايه زائد الاي ان جي. وهو ده الشكل المعلوم هو المطلوب في اليونت ده. بص بقى، بعرف ان هي مضارع بسيط او مضارع مستمر بعيدا عن المبدا الكي ووردز الكلمات الداله. كان في مستر كمان بتدل على المضارع البسيط زي ايه يا مستر؟ ادي الكي ووردز او الكلمات الداله. زي ايه بقى يا مستر الكلمات الداله؟ المضارع البسيط عايز اقول لك every often never always sometimes usually occasionally. طب مستر ايه الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر؟ كتير قوي كتير قوي. بص يا باشا، look listen now at the moment at the present look out بقى watch out فاهم today tonight كل الحاجات دي. بس دول الاشهر. بص بقى عايز اقول لك حاجه، فكك بقى من الهبل ده. انا مستر فكك من الهبل ده، يعني فكك من الهبل ده، انت كبرت بقى مش هتلاقي فيه كلمات داله في السؤال. مش فاهم يعني ايه؟ يعني مثلا لو جيت عملت حاجه زي كده
وكتبت لك سؤال، ايه يا مستر السؤال؟ اجي اقول لك مثلا والله don't make noise، ما تعملش دوشه. the baby نقط، وقلت لك ما بين اقواس sleep ولا sleeps ولا is sleeping ولا are sleeping. يعني بص على السؤال ده، السؤال ده بيقول لك ايه؟ ما تعملش دوشه. البيبي نايم، نايم امتى؟ نايم دلوقتي، ما تعملش دوشه دلوقتي. فاهم؟ طالما هو يا مستر ما تعملش دوشه دلوقتي، يبقى حاجه بتحصل دلوقتي. اكيد البيبي مش هيفضل نايم طول عمره، فدي مستر حاجه بتحصل دلوقتي بس. يبقى انت كده امي ظهر زائد الايه؟ زائد الاي ان جي، فدي غلط دي غلط. انا يا مستر بقى هتبقى is sleeping ولا are sleeping يا مستر؟ ده بيبي، بيبي ده مفرد، فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ هتبقى is sleeping. الدنيا سهله موت والله، سهله موت. طب انا يا مستر بتكلم في اليونت بتاعي، اهم النقط ايه هي؟ اهم النقط بقى، ركز بقى عشان دي مواضيع الامتحانات. واحد، بيقول لك ان مش كل الكلمات، مش كل الكلمات في افعال ما ينفعش احط لها اي ان جي لو اتنطط، وفي افعال ممكن او ممكن لا. مش فاهم يعني ايه؟ بص بقى، اشهر الافعال بقى، اشهر يا مستر الافعال اللي ما ينفعش احط لها اي ان جي. ما ينفعش. يلا يلا يا مستر، حاجه اسمها لاف بقى، حاجه اسمها هيت، حاجه اسمها لايك، افعال الحب، الكراهيه، الايمان والاعتقاد. حاجه اسمها بيليف اللي هو يؤمن. خلي بالك من دول يا مستر، دول ما ينفعش احط لها اي ان جي. في افعال حواس، طبعا في افعال حواس ينفع او ينفع لا، بس في افعال ما ينفع. فاهم؟ حته سينج دي، سي مثلا، ما بتبقى صعبه. فتخلي بالك من دول، اول لما تشوفهم على طول تعرف انت ما ينفعش احط لهم الاي ان جي. طب يا مستر ماشي، دي نقطه فهمناها. ايه بقى الافعال المرفوضه خالص؟ ايه سوري، ايه الافعال اللي فيها شغل؟ يعني ممكن او ممكن لا. بص معايا، اول حاجه يا مستر واشهر، انا اكلمك على حاجتين مهمين جدا معايا يا مستر، حاجه اسمها think وحاجه اسمها have. ركز علشان دول اللي بيجوا في الامتحان. ايه يا مستر؟ بص بقى يا قلبي، think وهاف. اول حاجه كلمه think، think ليها معنيين، يا اما يا مستر يفكر، يفكر، يا اما يعتقد، يعتقد. يعني ايه مستر يفكر يعني يعتقد؟ يلا يفكر، ابدا الاول بيفكر. كلمه think يعني مستر يفكر. والله دلوقتي انا قاعد في الحصه، لقيت الواد عبده قاعد فرحان. في يا عبده؟ مالك يا عبده؟ عبده بيقول لي يا مستر والله انا جعان قوي، انا بفكر كده في المحشي اللي امي عاملاه، هموت واخلص واروح اكل. عبده بيفكر في المحشي اللي امه عاملاه دلوقتي بس، ولا يقعد طول عمره يفكر فيه؟ لا والله يا مستر دلوقتي بس، قعد ربع نص ساعه خلاص هياكل وخلاص كده الفكره خلصت. فمستر لما بتيجي بمعنى يفكر انا ممكن احط له اي ان جي عنب. طب لما تيجي بمعنى يعتقد، يعني ايه مصر يعتقد؟ يعني يؤمن بالحاجة، يؤمن. يعني ايه؟ يجي مثلا اي حد فيكم، البت اسمها احلام مثلا، احلام تقول لي يا مستر والله اي ثينك، انا اعتقد ان ماي فاذر، ان ابويا is the best man in the world، انا اعتقد ان ابويا هو افضل راجل في العالم كله. هو ده دلوقتي بس ولا على طول؟ ان شاء الله لا على طول، ده ابوها وهي شايفه كده، شايفه ان ابوها ربنا يخليه لها احسن راجل في العالم كله. فاهم؟ فدي يا مستر حاجه ما ينفعش احط لها اي ان جي. ليه يا مستر؟ علشان قلنا الاي ان جي دي حاجه بتحصل دلوقتي بس، فتخلي بالك من الاثنين دول كويس جدا 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 جدا. تعالى لي على هاف بقى يا مستر. هاف ليها معنيين، بتيجي بمعنى واحد يملك. ثانيه بس، بتيجي بمعنى يا رب يملك. هاف يا مستر لو جت بمعنى يملك هتبقى يا هاف يا هاز. احط لها اي ان جي؟ لا طبعا ما ينفعش احط لها اي ان جي، اهو ادي الاي ان جي لا. يعني ايه؟ اجي اقول لك مثلا والله I have I have مثلا two cars، او I have مثلا
two brothers. فاهم؟ دي انا كده انا املك او انا عندي اخين او انا عندي عربيتين، فالحاجات دي ربنا يخليها لي، الحاجات دي مكمله معايا ان شاء الله. فاهم؟ عادي. فدي يا مستر لما تيجي بمعنى يملك دي معاك هاف طبعا، لو انت جمع، هاز لو انت ايه مفرد. طيب لو انت يا مستر هتستخدم المعنى الثاني بتاع هاف، ايه ده يا مستر؟ هاف ليها معنى ثاني؟ اه طبعا، بتيجي بمعنى يتناول، بتيجي بمعنى يستحمى، بتيجي بمعنى ياخذ علاج مثلا. فتخلي بالك من يتناول ويستحمى، دول ينفع احط لهم اي ان جي عادي جدا. اجي اقول لك ايه مثلا؟ لميس is having a shower مثلا. اجي اقول لك مثلا لميس is having her breakfast، تتناول فطورها. فتخلي بالك بقى من حته يتناول وحته يستحمى، مهمين جدا في هاف. يبقى مستر ملخص اهم نقطتين في اليونت كله، think وهاف، تخلي بالك منهم، وتخلي بالك ان ان جي لما بتيجي بتعرف ان دي حاجه بتحصل دلوقتي بس. فاهم؟ ما ينفعش مثلا اجي اقول لك ايه هاني is loving his mom. يعني ايه يا مستر؟ يعني كده هاني بيحب امه ولكن دلوقتي بس، ودي حاجه عقليا غلط خالص. فتعرف ان مش كل الافعال في الدنيا يا اولاد ينفع احط لها الاي ان جي. خش يا مستر على الجرامر اللي بعده. الجرامر اللي بعده جرامر تافه قوي 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 قوي. كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على 3 افعال. كان بيتكلم على حاجه اسمها seem، بيتكلم على حاجه اسمها meant to، وبيتكلم على حاجه اسمها suppose to. افهمني بقى واحده واحده كده. بسم الله، يلا. اول لقطه يا مستر بتكلم عليها هي سيم. كل واحده منهم مطلوب منك تعرف بعض المعلومات التافهه جدا. اول حاجه يا مستر كلمه سيم يا مستر، والله يا ولاد سيم تبقى عارف. اوبا، ده احنا عكسنا الجرامر، ده كان في جرامر قبل كده. مش هلغيه كلام، ما تقلقش، احنا فوتنا جرامر يونت 8 بدلناه. بعد الجرامر ده هديك جرامر يونت. يابا انت اللي هقوله ده هو الجرامر اللي عليك، احفظه مالكش دعوه. مستر سيم يا ولاد، اول حاجه تبقى عارف ان معناها يبدو. سيم مستر معناها ايه؟ معناها يبدو. 1 2 تبقى عارف يا نور عيني ان سيم بتيجي مع الصفه. يعني يا مستر he seems sad، seem happy. تبقى عارف بقى ان كلمه سيم بتيجي مضارع. يعني يا مستر مضارع، يعني مضارع بسيط. يعني لو انت مفرد هتاخد اس، ولو جمع هتيجي ايه؟ ساده. سيم ما ينفعش احط لها اي ان جي لو اتنطط. ما ينفعش اقول لك هي از سيمينج، غلط، ما بتحصلش. اشطط. بص بقى، تبقى عارف يا مستر ان سيم بتيجي معاها حاجه اسمها سيم ذات، ويجي بعدها جمله كامله سيم از، وبيجي بعدها جمله كامله. خلي بالك من الحاجات دي جدا 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 في سيم. طيب بكلم مستر على حاجه اسمها منت، بس لما تيجي منت يا مستر هتبقى منت يجي قبلها بي is meant to، ويجي بعدها الفعل ايه؟ infinitive مصدر. بص بقى يا قلبي، meant يا مستر لازم يا ولاد يجي قبلها am او is او be عموما. يعني am is are او was aware. معناها ايه؟ معناها من المفروض. يعني ايه من المفروض؟ يعني بيني وبينك ان meant to دي بتيجي مع الحقائق وحواراتها. ايه؟ حقائق وحواراتها؟ بتيجي مع الحاجات اللي هو دي لازم ده يعملها. يعني اجي اقول لك مثلا البوليس من المفترض اللي هو بروتكت بيبول. اجي اقول لك ايه مثلا؟ بوليس is meant to protect people. والله البوليس المفروض اللي هو يحمي الناس. باجي اقول لك مثلا doctors is meant to treat patients. doctors مثلا are الدكاتره المفروض اللي هم يعالجوا البيشنتس المرضى. فاهم؟ فالحوارات دي يعني حاجه بتساوي حاجه لازم تعملها حاجه معينه او حاجات معينه. فدي يا مستر بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الحقائق. طيب بعد كده يا مستر بتكلم على حاجه اسمها supposed. يا مستر يعني ايه suppose دي يا ولاد؟ يعني من المفترض. خلي بالك suppose برضه يا مستر لازم يجي قبلها be is supposed to be are supposed او am عادي جدا. وتبقى عارف يا مستر بيجي بعدها to والمصدر. كلام جميل جدا. بص بقى suppose يا مستر من استخداماتها، عشان دي ليها استخدامات وليها استخدامات. suppose يا مستر بتيجي مع النصيحه. بتيجي مع ايه؟ مع النصيحه. والله اجي اقول لك انت عيل فاشل،
you supposed to study hard. انت عندك امتحانات، فاهم؟ فدي نصيحه. بتيجي يا مستر مع حاجه اسمها الزام. والله انت مثلا بتاع الامتحانات ده، او مثلا انت تهتم بصحتك، you're supposed to go to gym مثلا، لازم تعمل حاجه، بنصحك تعمل الحاجه دي. خلي بالك من الحاجات دي كويس جدا جدا جدا. الفرق يا مستر بين suppose وما بين منت، ان يا مستر منت حاجات ثابته، لكن suppose بالحب، فاهم؟ انا اجي اقول لك والله you're supposed to study hard، المفروض انت تذاكر جامد، عايز تعملها اعملها، مش عايز براحتك، انت اللي هتسقط في الاخر، فاهم؟ يلا خش بعد كده مستر على اللي بعده. مستر بتكلم يا ولاد بقى على الجرامر اللي احنا سقطناه في الاول، وهو must وشود وهاف. تعالى اول حاجه يا مستر على حاجه اسمها must. مستر قلت لي يا قلبي ان must معناها ايه؟ يجب ان. مستر must معناها يجب ان، must معناها يجب ان. بعد كده قلنا مستر ان must بيجي بعدها الفعل infinitive مصدر. يا مستر must بيجي بعدها الفعل ايه؟ infinitive مصدر. كلام جميل. تبقى عارف يا قلبي ان مصر بتيجي مع كام حاجه؟ 3 حاجات اساسيه. ايه هم يا مستر؟ ضروره قوانين الزام داخلي، ضروره قوانين الزام داخلي. ادي يا مستر مصر بتيجي مع 3 حاجات والله. ايه هم؟ ضروره قوانين الزام الزام داخلي. ضروره قوانين الزام داخلي. قلنا مستر يعني ضروره حاجه لازم تعملها، لازم قوانين. تعالى على كلمه قوانين يا مستر. والله قوانين يعني حاجه من اتنين، يا اما law قانون، او rules قواعد. law يا مستر او rules قواعد او قوانين بيجي معاهم حاجه من اتنين، يا اما يمشي مع القواعد دي ويبقى بني ادم محترم، يا اما لا ما بيجيش مع القواعد. تعالى يمشي يبقى انسان صالح، يبقى محترم، ياخد ماست. تيجي مع حاجه اسمها follow يا مستر يعني يتبع القوانين، او obey. طيب لو انا بقول لك انت بني ادم وحش كخه، so you're gonna break، هتخترق القوانين دي، او disobey، فاهم؟ اول لما تشوف الحاجات دي يا مستر تعرف ان انت كده ايه؟ هتخرق القوانين. طب كلام جميل. بعد كده عايز اقول لك يا مستر ان ماست نافيها mustn't. ماست يا مستر نافيها ايه؟ mustn't. وتخلي بالك ان mustn't دي في حاجات بتساويها كتير. زي ايه يا مستر الحاجات اللي بتساويها؟ اجي اقول لك مثلا والله it's not allowed، it's not allowed مش مسموح. اجي اقول لك مثلا it's illegal illegal يا مستر illegal يا ولاد يعني غير قانوني. اجي اقول لك مثلا it's prohibited يا مستر اجي اقول لك محرم، it's forbidden يا مستر يعني محظور. اجي اقول لك يا نور عيني اسمع بقى ما تزهقش، اجي اقول لك it's banned كل دول بيساووا ماسنت. وماسنت يا ولاد لما بتيجي تعرف انت ما ينفعش تعمل الحاجه دي، حرام غلط ما ينفعش. هنا اقول لك مثلا you mustn't kill the people، ما ينفعش تقتل الناس، ما مش بمزاجك، يا اما هتموت يا اما تخش السجن، فاهم؟ فماسنت بتيجي مع المحظورات ما ينفعش تعملها. طب كلام جميل قوي. عايز اقول لك يا مستر قلنا ان ماست بيجي بعدها فعل في المصدر. اخر معلومه احب اقولها لك ان ماست يا مستر الماضي بتاعها حاجه اسمها had to. حاجه يا مستر اسمها ايه؟ had to. خلي بالك من الحاجات دي كويس جدا جدا. مصر بتيجي مع قوانين حاجات مهمه جدا، ونفيها مصر بتيجي مع الحاجات اللي ما ينفعش. بكده مستر بعد كده على حاجه اسمها شود. حبيب قلبي شود يا مستر تبقى عارف ان معناها ايه؟ يجب ان. شود يا مستر معناها ايه؟ يجب ان. شود معناها يجب ان. تبقى عارف يا قلبي ان شود بتيجي مع النصيحه. شود بتيجي مع النصيحه. شود بتيجي مع النصيحه. حلو. تبقى عارف يا نور عيني ان شود نافيها shouldn't. شود يا مستر نافيها ايه؟ shouldn't. يا مستر شود بيجي بعدها الفعل ايه؟ infinitive. انا لما احب انصح حد اجي اقول له you should do that. خلي بالك علشان نقطه الري رايت، يجي يقول لك مثلا والله I advise you يعني انا بنصحك، عادي جدا هتشيلها وتقول له ايه؟ هتقول له you should. فتخلي بالك بقى، خلي بالك I advise you تقدر تشيلها عادي جدا وتحط ايه؟ you should. بعد كده مستر بتكلم على حاجه اسمها have to. تعالى بقى كده تعالى جنب.
خد بقى ايه have to. have to دي يا مستر مهمه جدا 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 جدا، وتخلي بالك منها وما تسرحش ده سرحت. احنا بص احنا يعتبر اهو قربنا نفنش الحمد لله، وهي دوب النصايه. ظهرك ورا وركز معايا. مستر have to. have to يا مستر معناها ايه؟ معناها يجب ان. have to معناها يجب ان. have to معناها يجب ان. بعد كده قلنا يا مستر have to. have to يا ولاد بيجي بعدها الفعل في المصدر، عشان كده كده في to. have to المصدر. يا مستر have يا ولاد دي بتيجي مع الجمع. الله، طب ايه يا مستر بيجي مع المفرد؟ والله يا ولاد اللي بيجي مع المفرد حاجه اسمها has، بس برضه has to. دي يا مستر بتيجي مع المفرد. بعد كده اجوجو هناكل. انا طب بص انا اهو قربت بجد، انا قربت يعني. اشطت تماسك ماشي. انا جعان قوي انا عارف، بس معلش. يلا ركز بس معايا. المهم مستر هاف تو يا ولاد، اتفضلوا معانا بقى عشان ما بقاش بقى. اتفضلوا معانا والله كان نفسي والله، بس معلش ان شاء الله نفرح نجاح ايه، نفرح نهار نجاحك وتجيلنا وتروق عليه. المهم يا مستر هيستوريالات بتيجي مع الجامعه. طب يا مستر حلو، هافتو وظيفتها ايه في الحياه؟ والله يا مستر هافتو تبقى عارف ان ليها وظيفه واحده، وهي حاجه اسمها الزام خارجي. يعني مثلا الزام خارجي، ابوك مثلا قفشك وانت بالكوت، جه قال لك ولا اقعدي في البيت يا كلب، اقعد في البيت، انت لازم تذاكر، لو ما ذاكرتش هروقك. فابوك قال لك انت لازم تذاكر، فده بنسميه الزام داخلي ولا خارجي؟ لا والله يا مستر ده الزام خارجي، ده ابوك اللي قايل لك. ابوك بقى، استاذك بقى، امك أو... ماشي وات ايفر بقى الدنيا، فاهم؟ فده يا مستر هاف تو بتيجي مع حاجه اسمها الزام ايه؟ الزام خارجي. بص يا قلبي، النفي نفي هاف تو، تبقى عارف يا ولا، تبقى عارف يا مستر ان هاف تو نفيها يا مستر يا اما دون، تعالى don't have to، يا اما doesn't have to، يا اما didn't have to. وتخلي بالك ان دول كده معناهم انت مش مضطر. يعني مثلا انت مش مضطر، انت مثلا دلوقتي انا يا عم اهو، اه يا حاجه انا مروح البيت بقى، يا حاجه ايه عايزين عيش اجيب عيش؟ هتقول لي لا يا حبيبي والله احنا جايبين عيش. انت مش مضطر تشتري عيش، بس لو عايز احنا هنسخن العيش الموجود، لو انت عايز يشتري لك، فاهم؟ فهي بتقول لي you don't have to buy a bread، مش مضطر ان انت تشتري عيش، عادي يعني، فاهم؟ عايز والله هات، فاهم؟ فدي يا مستر حاجه اسمها you don't have to او doesn't have to لو انت مفرد، don't لو انت جمع، didn't لو انت ماضي. عايز اقول لك بقى الحته دي هتاخدنا لنقطه مهمه، مش مهمه قوي بصراحه بس تحصيل حاصل يعني، وهي مستر حاجه اسمها النيد. عايز انفي نيد، انفيها بطريقه من اتنين يا مستر. انفي نيد يا اما بنيدنت، وخلي بالك بقى نيدنت يجي بعدها الفعل في المصدر، يا اما دونت او دازنت او didn't، اشيل الثلاثه دول واحطهم قبل نيد، دونت او دازنت او didn't، بس وقتها لو جم قبل نيد هيجي بعدها يا مستر ايه؟ تو زائد المصدر. بعد كده يا مستر والله بعد ما اتكلمنا على الحكايه والروايه دي، نتكلم على حاجه اسمها used to. خلي بالك منها كويس جدا. used to جرامر تقيل وجرامر مهم. يعني فاضل لك ده واحد تاني اشطط وهتشيك برضه بحيث ايه لو فوتنا حاجه ما تقلقش، انا هبص، بس ما فوتناش حاجه، هم دول الحمد لله. المهم used to يا مستر، used to يا ولاد معناها ايه؟ معناها اعتاد ان. used to يا مستر معناها ايه؟ اعتاد ان. used to معناها اعتاد ان. used to معناها اعتاد ان. قول معايا used to يا مستر بيجي بعدها الفعل انفينيتيف مصدر، بيجي بعدها الفعل انفينيتيف مصدر. بس خلي بالك فاجئتك بالمعلومه ايه هي؟ ان used to على فكره ممكن يجي بعدها الاي ان جي. ياو كيف ده؟ ازاي؟ او امتى؟ يا مستر used to يجي بعدها الاي ان جي لو جه قبلها بي او get او become. اسمع بقى معايا بقى، يعني ايه مستر الكلام ده؟ مش فاهم. يعني يا حبيب قلبي اسمع ادي used to اهي، لو جه قبلها بي يا مستر اللي هي ايه؟ اللي هي am is are او was او were. ايه يا مستر جيت دي؟ جيت او اخواتها جيت جات جيت جيتنج. طب بيكم اخواتها become became becomes كده يعني. اول لما يجوا ما قبل used to حط ايه؟ الاي ان جي. مش فاهم؟ لو جيت مثلا قلت لك ايه؟ he got used to playing tennis.
خدت بالك من حاجه؟ ان used to لما جه قبلها got used to يا مستر جه بعدها الايه؟ الاي ان جي. حلو قوي. قلنا يا مستر ان used to على فكره ممكن اسال بديد، هما ممكن انفي بديدنت. ديد ودنت يا مستر الاثنين بيجي بعدين بالفعل انفينيتيف مصدر مهمه جدا وتخلي بالك منها. يعني ايه يا مستر يجي بعدها انفينيتيف مصدر؟ يعني هتلاقيها used to. ما تقوليش بقى used بقى، لا هي تبقى used to بعد كده. بعد كده يا مستر نقطتين مهمين. ايه يا مستر النقطه؟ اول حاجه بتكلم ان انا معايا حاجه اسمها no longer. اسمع بقى، ارجع يا ولا، يا ولا ارجع. ممكن ترجع ولا ده اخرك؟ تمام. بص بقى معايا، used to يا مستر خلي بالك ان بتساوي حاجه اسمها no longer و anymore و any longer. مالهم دول؟ والله يا مستر اول لما تشوفهم على طول تعرف ان انت كده زمن مضارع بسيط. يعني مستر مضارع بسيط، والله يا قلبي يعني لو انت مفرد هتاخد اس، ولو جمع هتيجي ايه؟ ساده، تعامل معامله الجمع. مش فاهم؟ لو جيت مثلا قلت لك ايه؟ والله he no longer نقط ما بين اقواس smoke ولا smokes ولا smoking بقى واي هري تاني. والله يا مستر ايه ده no longer. يبقى انت كده مضارع بسيط، يبقى مفرد اس جمع ساده، فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ he no longer smokes. مجرم. اخر نقطه في used to. والله يا مستر used to تبقى عارف ان في حاجه بتساويها. ايه يا مستر حاجه بتساويها؟ اللي هي يا مستر حاجه اسمها in the habit of. ايه يا مستر in the habit of؟ يا ولد in the habit of يعني في عاده. تبقى عارف in the habit of دي معناها عاده، ولكن عاده في زمن المضارع اللي احنا فيه ده. تبقى عارف يا قلبي ان in the habit of بيجي بعدها يا مستر يا اما الاي ان جي يا اما الناون. يعني ايه يا مستر ناون؟ يعني الاسم. دي used to. يبقى خلي بالك بقى used to بيجي بعدها فعل في المصدر، بيجي بعدها اي ان جي امتى؟ لو جه بعدها get become او be. يا مستر used to تبقى عارف بسال بديد او بديدنت، سوري بسال بديد وبنفي بديدنت، ويجي بعدهم فعل انفينيتيف مصدر فهتبقى use. no longer anymore any longer دول بيجوا في المضارع البسيط، وخلي بالك anymore و any longer بيجوا في اخر جمله، واخر جمله المنفيه وبنفي هنا ب doesn't و don't. بعد كده قلت لك in the habit of مستر ان ذا هابت اوف بيجي بعدها الايه؟ الاي ان جي. وخلي بالك عشان دي ممكن تيجي لك في الامتحان. انا كده اتكلمت على تعالى من الاول بقى كده وارص لك الدنيا. تفضل لك اخر جرامر معايا. لا هات 9. اتكلمنا يا مستر والله على واحده واحده كده من البدايه. اتكلمنا على حالات اف، وبعد ما اتكلمنا مستر على حالات اف اتكلمنا ولا قول معايا. اتكلمنا يا مستر على الاي ان جي، وبعد كده مستر اتكلمنا على سيم، وبعد كده مستر اتكلمنا على ماست واخواتها، وبعد كده اتكلمنا على يوزد تو. ادي 1 2 3 4 5 اللي هنتكلم عليه ده يونت 6 ونبقى ايه؟ الحمد لله خلصنا. قلت ايه برضه عشان ايه ما تتسوحش معايا. بص يا باشا بتكلم مستر على الفيوتشر. يعني مستر الفيوتشر يعني المستقبل. بيبي افهم معايا. المستقبل يا مستر يعني ايه؟ بالبلدي كده بتكلم اولا كده على شكلين اتنين مهمين. ايه يا مستر الشكلين مهمين؟ بتكلم مستر على حاجه اسمها will وحاجه اسمها going to. مستر will و going to يا ولاد الاثنين معناهم سوف. الاثنين مستر معناهم ايه؟ سوف. ولكن ايه الفرق ما بين will وما بين going to؟ ولا will و going to. نبدا بويل. will يا مستر معناها سوف، واللي بتيجي مع الحاجات اللي هي مش اكيده. واللي مستر حاجات ايه؟ مش اكيده، حاجه ان شاء الله مش هتحصل يعني، او مش اكيده. يعني ايه مستر مش اكيده؟ انت مثلا في قلب الصيف، قلب الشارع، الدنيا حر وشمس وقرف وبتاع وكله مزوم عليك، فيجي مثلا حد يقول لك بس خلي بالك الدنيا هتمطر كمان شويه. تصدقوا ولا ما تصدقوش؟ لا والله يا مستر ما تصدقوش. طب انت كده حاجه اكيده ولا مش اكيده؟ لا ان شاء الله مش اكيده. بيقول لك الدنيا هتمطر والدنيا بقول لك صيف وقرف والدنيا، فلا مستر حاجه دي مش اكيده. طب تخيل مثلا ادي جوينت تو مستر بقول عليها حاجات اكيده. يعني ايه مستر حاجات اكيده؟ يعني انت في قلب الشتاء. يعني مستر قلب الشتاء يا باشا الدنيا مغيمه وتفاف والسما كده وسقعه وتلج وغيوم وسحوب ومطره. تيجي حد يقول لك بقول لك ايه؟ بس خلي بالك الدنيا هتمطر، بقول لك الدنيا بتندع. يبقى كده ان شاء الله ده مستر حاجه اكيده. كلام جميل قوي. ايه يا مستر بقى
بعيدا عن دي اكيده بعيدا عن دي مش اكيده. ايه باقي الفروق؟ واحد، الكلمات الداله. هو افرض لا قدر الله انت ما عرفتش تترجم تسقط؟ لا طبعا. في يا مستر كلمات بتدل على will. ايه زي ايه يا مستر؟ زي think، maybe، hope، probably. بقول عليهم يا مستر think maybe hope probably think maybe hope probably. بعد كده يا مستر بتكلم على حاجه اسمها predict، حاجه اسمها ايه؟ expect. والكلمه الشاذه sure. ايه يا مستر شور؟ ليه يا مستر دي شاذه؟ عشان بص يا حبيب قلبي، كل دول يا ولاد في معناهم تحس ان هي كلمات مايعه. يعني مستر كلمات مايعه، والله ثينك اعتقد، انا اعتقد ان انت تبقى عالم ذره. هل انا متاكد؟ لا، بقول لك عالم ذره صباح الفل. ميبي، ربما، هوب، امل، والله امل ان مصر تاخد كاس العالم. هل دي حاجه اكيده؟ لا، فاهم. بروبابلي من محتمل. فكلهم يا مستر كلمات مايعه، كلمات مش اكيده، بيتاكد على المعنى ده. لكن يا مستر لو هتكلم مثلا على حاجه زي شور يا مستر، الكلمه نفسها معناها اكيد. فالطالب من دول ايه؟ اول لما يشوف يا مستر ايه ده شور، خد جوينج تو عشان اكيد، خد صفر انت. ابيض. بص يا قلبي، جوينج تو يا مستر الكلمه اللي بتدل عليها حاجه اسمها ديسايد، وجايه منها حاجه اسمها ديسيجن، قرار. يعني ديسايد يقرر، ديسيجن قرار. معايا مستر حاجه اسمها بلان، خطه، وبتيجي معانا يخطط، يجي يقول لك ايه؟ It's a planet يا مستر انه مخطط. اجي اقول لك مثلا it's a plan انها خطه. بتكلم مثلا على حاجه اسمها intend، ينوي، intention يعني نيه. اللمسات بقى الفنيه will و going to. مستر اللمسات الفنيه يا ولاد في will و going to، تبقى عارف ان واحد الاعمار. يعني الاعمار يجي يقول لك والله مستر عيد ميلاد جده 74 سنه، عيد ميلاد جده الشهر الجاي، دي حاجه اكيده ولا مش اكيده؟ يجي يقول يا مستر والله ايه ده؟ طب ده عيد ميلاده، فدي ان شاء الله حاجه اكيده. اقول لك مش قوي. ليه يا مستر؟ عشان الاعمار بيد الله، فانا مش متاكد من حاجه زي كده. فانا باجي عند الاعمار بقول لك والله الاعمار اول لما تشوفها تعرف ان تستخدم ايه؟ ويل. واتكلمنا بحذافير الحوار ده في اليونت المبسط بتاعنا. بعد كده قلت لك يا مستر والله يا حبيب قلبي، قلت لك لو انت اسمع، لو انت يا مستر اتكلمت على حاجه اسمها نسيتونا صفات الناس. صفات الناس بتاخد ويل. يعني ايه مستر صفات الناس بتاخد ويل؟ يعني يا حبيب قلبي لو جيت مثلا عند عيل دحيح قوي، بس الواد ده في ثانيه ثانوي لسه في ثالثه ثانوي، وقلت لك خلي بالك ان الواد ده هيطلع اشطر دكتور في مصر، دي حاجه اكيده ولا مش اكيده؟ سوري مش اكيده. ليه يا مستر؟ ما هو عيل شاطر قوي، يلا افرض نفسه يطلع مهندس. فدي يا مستر حاجات مش اكيده، صفات الناس ما تعتبرش دليل. بعد كده يا مستر، بعد كده يا حبيب قلبي يا مستر كلمتك على نقطه مهمه. ايه يا مستر؟ اللي انا من ضمن اشكال المستقبل بتكلم على حاجه اسمها البريزنت سمبل. يعني يا مستر بريزنت سمبل يعني المضارع البسيط. ايه؟ بتكلم على المضارع البسيط في المستقبل. كيف يعني؟ بص معايا يا مستر حاجه اسمها جدول ومواعيد مضارع بسيط. جدول مواعيد مضارع بسيط. شباب اولى اللي طالعين معانا عارفين الكلام ده. جدول مواعيد مضارع بسيط، جدول مواعيد مضارع بسيط. يعني مستر جدول مواعيد مضارع بسيط يعني والله لو انت مفرد هتاخد اس، لو جمع هتيجي ساده، ولو اي تعامل معامله الجمع. مش فاهم برضو؟ بص، جدول مواعيد مضارع بسيط يا ولاد يعني جدول المواعيد، يعني المواعيد ثابته. يعني يجي يقول لك مثلا والله القطر هيغادر الساعه 4، الطياره هتوصل الساعه 2. اجي اقول لك مثلا والله ايه؟ the train not at 4 a.m. the train leaves ولا will leave. والله مستر القطر هيغادر يا مستر، دي مواعيد ثابته. القطر ما بيمشيش بمزاج وفي كروت وحجوزه، فدي مواعيد ثابته. فانا بقول لك يا مستر قطر يغادر ده مفرد، دي مواعيد ثابته،
فانا بقول لك المفرد هياخد اس جمع يجي ساده، فالإجابة مصر هتبقى ايه؟ The train leaves at 4 a.m. الدنيا سهله. خد بقى الشكلين مهمين جدا، واخر شكلين معاك ايه هما يا مستر؟ الفيوتشر continuous المستقبل المستمر، والفيوتشر بيرفكت، وده اهم شكل عندك، وده اللي جاي لك في الامتحان باذن الله. وهتلاقي اول سؤال كده بسم الله في وشك، تعالى بس كده. الفيوتشر كونتينيوس المستقبل المستمر يا مستر. والله لا، ده المستقبل المستمر ايه هو؟ هو فتره محدده. يعني مستر فتره محدده يعني بكره الساعه 3، يوم السبت اللي جاي من 5 ل 6. فانا بقول لك المستقبل المستمر يا ولاد هو فتره محدده في المستقبل. في المستقبل اكيد مستقبل، فتره محدده في المستقبل. بكره من 9 ل 10 هبقى بذاكر انجليزي، فاهم؟ فيجي يقول لك مثلا والله بنتكلم على تومورو مثلا فروم كذا تو كذا. طب حلو يا مستر، انا اول لما اعرف ان دي فتره محدده ولكن في المستقبل بعمل ايه؟ والله يا مستر هتاخد will be will I ان جي. الدنيا لذيذه، الدنيا فيستك منه خالص. طيب لو انا يا مستر ببص على السؤال ده، السؤال يا مستر بيقول لك ايه؟ والله don't call me، ما تكلمنيش بكره tomorrow at 4 a.m. I not hard. I will study ولا will be studying ولا is going. اي هريبه مستر والله اهو فتره محدده في المستقبل، بقول لك ما تكلمنيش بكره الساعه 4، بكره الساعه 4 فتره محدده في المستقبل. فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ هتبقى will be will I ان جي، فهتبقى will be studying. خش على اللي بعده الفيوتشر بيرفكت، واهم شكل من اشكال المستقبل ايه هو يا مستر؟ والله انا بتكلم على 3 كلمات داله شفتهم، اختار مستقبل تام من غير ما تفكر، ما تقلقش، الحوار فيستك ده بيساوي ده، ما تقلقش. مستر 1 باي، وباي هيبقى معناها بحلول، باي ذات اي فتره في المستقبل. يعني ايه مش فاهم؟ ده يقول لك مثلا باي 2030 بحلول 2030، باي ذا نيكست ويك بحلول الاسبوع الجاي، باي ذا نيكست يير بحلول السنه الجايه، فاهم؟ تبقى عارف ان باي زائد فتره. تمام. تاني كلمه داله هي ايه يعني؟ شكلها كده ليه؟ باي 2030 قشطه. تاني يا مستر كلمه داله in this time next. in this time next، وانتش بقى اي زمن، يعني زي دلوقتي كمان سنه، زي دلوقتي كمان 5 سنين هتبقى بتعمل ايه؟ ها؟ انت بتعمل ايه زي دلوقتي كمان 5 سنين؟ فاهم؟ فده يا مستر in this time next. 3 يا حبيب قلبي باجي اقول لك والله امسك معايا in not years، in 4 years، in 5 years، يعني في خلال 5 سنوات، في خلال 10 سنوات، في غضون سنتين، الكلام ده كله. اول ما تشوف دول يا مستر على طول تعرف ان انت كده هتبقى will be، او بص بتشوف انت كده حاجه من 2، يا اما معلوم يا اما مجهول. والله يا مستر لو انت معلوم فهتبقى will have will be be، لو انت مجهول هتبقى will have been will be be. خد مثال عشان النقطه دي مهمه جدا، ودي اهم نقطه تقريبا في اليونت بتاعنا. اجي اقول لك ايه مثلا؟ نريد الازرق. اجي اقول لك مثلا والله by 2050 بحلول 2050 I نقط افيلا، وباي برضو 2050 افيلا نقط. وما بين اقواس بقى بقول لك ايه؟ will buy
will have bought. ايه الدقيقة دي؟ كبر يا ولا. الله أكبر. تعالى. will buy will have bought will have been bought ولا is going بقى to buy. حلوين دول، حلوين، هي اللي جاب حاجه منهم. تعالى كده اول سؤال. والله يا مستر اول سؤال بكلمك وبقول لك باي 2050. حلو، يبقى انا كده مستقبل تام. يبقى انت كده يا اما معلوم يا اما مجهول. معلوم will have will be be، مجهول will have been will be be. فانا مستر هنا والله بقول لك انا كده، انا بني ادم فانا معلوم. فالاجابه يا مستر هتبقى ايه؟ will have will be be will have bought. 2 باي 2050 بحلول 2050 الفيلا. هي الفيلا تشتري نفسها؟ لا، يبقى انت كده مجهول. يبقى انت مجهول فالاجابه هتبقى will have been will be be، فهتبقى will have been bought. خلصنا. يس الحمد لله. خلاص بقى نقعد بقى شويه بقى يعني فاهم. تعالى كده اسمع يا ابني الكلمتين دول يا ابني. اسمع شبابنا الغاليين. مبدئيا كده ملزمه الاسلامك هتلاقيها عندك. فين؟ هتلاقيها عندك متثبته في الشانل بتاعتنا على الواتس. خش هتلاقيها بالعربي، اقراها. اقراها يا باشا. اشطط. 1 2 هتلاقيني نزلت لك اهم الكلمات في الشانل برضو في القناه بتاعتنا. ابقى اقراها، بص عليها. اشطط. يبقى انا مستر والله كلام جميل قوي. سايب لك كل حاجه، كل حاجه معاك. حل وابعت. حل وابعت. اشطط. الدنيا حلوه. انا ما تقلقش، انا مثلا ما بتردش، لا انا هرد ان شاء الله في ليالي الامتحانات. هحاول ارد على قد ما اقدر. اشطط. كده كده معاك كل ايه الحاجات. روق الدنيا كده وظبط الدنيا. الدنيا حلوه وطمنوني بكره. عايزك تطمني بكره طبعا. وبكده تبقى خلصت معايا تانية ثانوي الحمد لله. طبعا احنا بدأنا نقدم محتوى لتانية ثانوي الترم ده بس، يعني ما قدمناش طبعا فاهم. ما كانش في وقت خالص الترم الاول، فانا قلت ايه اظبطكم الترم التاني ان شاء الله. ما تقلقوش مش هسيبكم في ثالثه، يعني هتلاقيني معاك هنا وهتلاقيني بعمل لك نص عشان الحل. احنا بنحل كتير قوي قوي في السنترز فاهم. فانا عايزك ايه تحل معايا بقى. اشطط. ظبط دنيتك كده كده وانا معاك. انا كده كده معاك. ما تقلقش. الحياه تبقى جميله، الحياه تبقى لذيذه. خلص بقى امتحاناتك كده وحاول. نصيحه مني، نصيحه من اخ لاخوه. حاول في الاجازه دي ظبط نفسك في الانجليش. كده كده انا هعمل كورسز، بتواصل معايا برضو. شوف لك اي حد خد معاه كورس. المهم ان انت ايه تخش لي ثالثه وانت انجليش فايق شويه. انما هو كان ترم واحد بس. في ناس منكم جميله متابعانا، في ناس جميله برضو كانت في الكومنتس. كده كده بقرا كل الكومنتس بتاعتكم يعني. شكرا على كل الدعم. ومعلش ان انا طولت عليكم النهارده. اوعى تنسى ذاكر واتعب واجتهد واستحمى. اشوفكم على خير السنه الجايه باذن الله. السلام عليكم.